بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم في وصفة الفطائر. وصفة الفطائر المقلة هذه وصفة شابة، هي يقولوا بلي وصفة تركية. المهم هي وصفة شابة هايلة ما شاء الله وخفيفة بدون لحوم بدون دجاج. المهم سهلة وبسيطة وانا درتها بأبسط ما يكون. الوصفة هذه وش درت فيها؟ درت فيها البصل الطوماطيش اللي فخيت مقليين وعجينة بسيطة الحق تجي هايلة ما شاء الله. هكذا في المقلاة ديريهم كيما يقولوا في وقفة، ما عندك ما تطولي فيها الوصفة هذه. هشيشة هايلة ما شاء الله. هاد الوصفة وش درت فيها؟ درت واحد 3 كيسان، المهم واحد الرطل ابوبخي تاع الفارينة. درت ابوبخي واحد الرطل، واحد جاني واحد 4 كيسان ابوبخي ولا 3 كيسان فارينة. درت ملعقة تاع خميرة الخبز، نزيد لهم ملعقة تاع السكر، نزيد لهم مغرفة تاع خميرة الحلوى، مغرفة تاع الملح، وهنا درت واحد 4 مغارف تاع الزيت. زدت لهم واحد نصف نيجل تاع حليب ونص ماء ومغرفة الخل. هادو هما اللي درتهم في هاد الوصفة. المهم ونبدا نعجن فيهم. هذه هي ابوبخي رطل الفارينة بالتقريب بين 3 كيسان حتى 4 تاع الوسمو. المهم كل الكاس تاع 220 مليلتر هذاك يرفد لك واحد 4 كيسان مغرفة الخبز، مغرفة السكر، مغرفة الملح ولا 2 مغرفات كيما حبيتي باسكو انتي والذوق. ودرت مغرفة خميرة الحلوى، ودرت سمحوا لي الاخوات على الصوت راني مريضة ما حبيتش انا نعطي هاد الوصفة سمحوا لي على الصوت. المهم ومن بعد تيك زدت مغرفة الخل قلت لكم، ومغرفة الملح، مغرفة خميرة الحلوى، 4 مغارف تاع الزيت، نص كاس درتو حليب ونص كاس درتو ماء دافي. فوالا وطميت العجينة تاعي وطميتها مليح، عجنتها شوية وطميتها مليح تكون شوية طرية. المهم كي نطمها نخليها تخمر. هنا خليتها تخمر. هنا جبت الحشو انا كنت خادمته من قبل، كان عندي بالو كنت خادمه بصل وطوماطيش. البصل هذاك الطويل الخضر اللي راه هاد اليامات زدت له حبيبه طوماطيش ودرت له الثوم، الزعتر ولا الرند، طوماطيش تاع الباطا، الزيت وقليته. انا كنت خادمه به ديجا من قبل، كنت خادمه به الكسره المحشيه. كي قعد لي شويه منه اني خدمته هاد الفطائر تاع المقله. الفطائر يجو بنان. المهم هذه الحشوه تاع بصل طوماطيش هي معروفه كما كيقولوا تكتوك بصل طوماطيش ولا حشوه البصل الطوماطيش. المهم نحكم انا لاباط تاعي كيما نقولوا نوزنها. كي نوزنها نخرج، اني حابه نخرج 12 حبه، ندير 12 حبه نخرج 10 حبات نقسمهم على 10. الوزن اللي صبتو نقسمه. هنا قسمتهم ابوبخي ما بين 70 و 80 غرام. المهم انت عينك هي ميزانك قسمي كيما حبيتي. نحكم ندير شويه فرن حله مدوره هكا، ندير شويه فرماج. درت فرماج واسمو هذا كيما يقولوا الطري. درت هذيك الحشو ومن بعد درت شويه بطاطا، وكنت مغليه 2 حبيبات بيض مسكرفجتهم درتهم ندير منهم شويه. وديري درت شويه فروماج غابي. هذا هو. وانتي الحشو انتي تتحكمي فيه ديري واش حبيتي، بصح بهذه الطريقه والله غير يجو هايلين وخفاف وما شاء الله. وديريهم في وقفه وتحطيهم في المقيله تاعك ولا في الطاجين ولا كيما حبيتي. شوفي يعني نعاود لك واحده اخرى هنايا درت. الاخوات تسمحوا لي على الصوت راني مريضه ضربني شويه الريح وسمحوا لي بالبزاف. المهم درت هذاك الحشو بصل طوماطيش، زدت درت شويه حبيبات بطاطا مقليه، زدت درت البيض مغلي شويه مسكرفج،
نزيد نرابيلو شويه فورماج ونطموهم كي المثلث. شوفي كي نديرهم كي المثلث. المهم نخلي تخدموا كيما شتي كيما العرايش كيما نخدموا العرايش، نطموهم نشدوهم منا نزيد نشدوهم منا. ودوك راني نوريلك كيفاش راني نطيب فيهم في هذيك الطويج نتاعي ولا الوقيله تاعي. هذه هي نحكمهم نطيبهم من يتحمروا شويه نزيد نطيب. وشنو نقصوا لهم النار ما تخليهمش تلعب فيهم يجيكم معجنين، خلوهم يطيبوا في غردهم. المهم نقلب منا ونقلب منا. هاني زدت درت حبه واحده اخرى باش تشوفوا مليح تفهموا كيفاش حكمت الحبه وكيفاش طميتها. نحكمها كيما نقرصوا العرايش، نحكموا من نشدوا من بعد نشدوا من ومن بعد نقلبوها ونسيو نسقموها نديروها مثلث يجوا شابين يجوا هايلين. هذه هي نحكمها. شوف نديرها مدوره سين نحلها مدوره. من بعد راني ندير شويه هذاك الحشو ديالي. فوالا درت شويه الحشو ومن بعد ندير شويه تاع البطاطا مقليه ومن بعد نزيد شويه من هذاك البيض مغلي في بلاصه الفيوند هاشي ولا زعما عندك دجاج هاشي ولا انا درت البيض مغلي. هذا اقتصادي حتى لدم باش ما نكلفش روحي. هذا ما كان كي يكون عندي ندير ما عنديش ماشي لازم. هذه هي الانسان ما يكلفش روحه. انا شوفي نحكمها من نسي نلصق العجينه تاعي ومن بعد شوفي هنا نوريلك كيفاش راني نطيبها. نطيب الكوتي المغلوق ومن بعد نزيد ندورها الكوتي الاخر. المهم كي يطيبولي نبدا نطيب فيها في الجوانب. هذوك الجوانب لازم نشدهم ونطيب فيهم. هذه هي. وهنا راني كملنا الكيفيه تاعنا راني درتها في صحن التقديم. هنايا شوفي كيفاش تجي ما شاء الله ويجو خفاف وبنان وهايلين ولا غير يجو خفاف ويجو ما شاء الله. شوفي تقدرتي تعتمديهم في رمضان مع افاكين سوب مع شريبه. ماشي لازم طيبيه كل يوم طبق رئيسي. تقدري ديري كيما نقولوا يسوب شريبه وديريهم تزيدي شليضه تكون هكذا كيما ماسيدوان ولا ويجوك ما شاء الله. ولا لا هذه هي. من بعد ما يقعدوا شهر يطيب يجيو خفاف وسورتو للاطفال لوغوت يحبوا الاطفال هاد الاكلات هذه يحبوهم الاطفال بالبزاف. وبقاو على خير وصفه ما خير.